اهلا بحضراتكم. النهارده هنتكلم عن اهميه وجبه العشاء. وجبه العشاء كلنا بنقلق منها وبنظلمها، يا بنهملها تماما وما بناخدهاش اعتقادا مننا ان هي دي الوجبه المدمره اللي بتبوظ نظامي الغذائي اللي بتخني، فده غلط. او الحاجه الثانيه ان احنا بنحولها لوجبه رئيسيه، وده برضو ما ينفعش خالص بالنسبه لوجبه العشاء. زي ما احنا بنقول مهمه جدا وجبه الفطار علشان الحرق وعلشان نستفيد بيها عشان النشاط اليومي، وجبه العشاء في نفس الاهميه، بس ليها معايير معينه عشان تبقى وجبه صحيه. بناكلها امتى؟ بناكل فيها ايه؟ بناخد فيها كميه سعرات قد ايه؟ هو ده اللي عايزين نقوله النهارده. مهم جدا تبقى قبل النوم بساعتين ل3. كمان مهمة تكون متوازنة فيها أغلب العناصر الغذائية، ما بين بروتينات يفضل تكون قليلة الدسم زي الزبادي مثلا، زي البيض بدهون قليلة أو مسلوق، زي الجبنة الخفيفة مش مملحة قوي برضو عشان ما يحصلش حموضة ومشاكل الحموضة بالليل. ممكن يكون فيها برضو فول بدون زيت كتير أو بدون توابل وحاجات يعني تقيلة عشان ما تتعبش الجهاز الهضمي. مهم جدا يكون فيها نسبة خضروات معقولة زي الخيار، زي الطماطم، زي الفلفل والجزر. الجزر بيساعد على النوم الكويس على فكرة. كمان لازم يكون في مصدر من مصادر النشويات الصحية زي النشويات المعقدة اللي موجودة في صورة البطاطس المسلوقة اللي موجودة في العيش البلدي. ممكن كمان نتعشى شوفان رغم ان هو سعراته الحرارية عالية فبفضله صباحا، لكن وزنه معقول ممكن ياخده بالليل. دي امثله لحاجات ممكن تكون موجوده في وجبه العشاء بتاعنا. اهم حاجه ما نلغيهاش وما نحولهاش وجبه رئيسيه. ما ننساش طبعا كميه السوائل تكون مناسبه، نشرب من كوبايه ل2 برضو مساء. وجبه العشاء لو كانت صحيه هتفرق جدا على نشاطي تاني يوم، على ادائي في الشغل وفي الوظيفه، ولو بلعب رياضه بتفرق معايا جدا. وفي الاطفال برضو ما نهملش وجبه العشاء عشان يوم المدرسه بتاعهم. اهلا بيكم، اتمنى تكونوا استفدتوا.